ياسمين عز تعلن انتصارها على نيشان، والأخير يعلق: الطقس ممتع. أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز عبر حسابها في انستغرام عن فوزها بالقضية التي أقامتها في دبي ضد الإعلامي اللبناني نيشان، وأعلنت السلطات هناك حكم القبض عليه، كاشفة أنها أقامت دعوى ضده أيضا في مصر. ونشرت ياسمين مقطع مصور من برنامجها كلام الناس عبر قناة MBC مصر، وقالت: وقد صدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكمة، مع العلم أنني رفضت كل المحاولات والمحايلات المستميتة للصلح وقلت لا، وما حدش يقول لي المسامح كريم، المسامح كريم ده برنامج بنتفرج عليه، إنما حقي ما سيبهوش، والتعويض طلبت فيه رقم كبير جدا ولن أفصح عنه عشان الحسد. من جهته رد نيشان بكل هدوء وبطريقة غير مباشرة على حديث ياسمين وإعلانها أنه مطلوب القبض عليه في دبي، وذلك عبر حسابه في إكس قائلا: وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفزيونية غدا، الطقس ممتع في دانا الدنيا. وكانت قد بدأت أزمة الإعلام اللبناني نيشان عندما تخلفت الإعلامية ياسمين عز عن حضور منتدى الإعلام العربي، وكان من المفترض أن تشارك معه في جلسة بعنوان الإعلام والترند، لكنها لم تأتي، مما دفع نيشان للقول: ياسمين عز مشغولة بتحضير صوتها الشتوي.